وائل، بالنسبة لك أنت مثل هذه النوعية من اللاعبين تحديدا، يعني مشاركتهم، عبد الله كان يتكلم حسين عبد الغني، وجوده وعودته كان يمثل حالة ضغط معينة. الهلاليين أيضا كان في نوعية من مش الانقسام بقدر هي إعطاء فرصة أكبر للاعبين شبان مكان ياسر والشلهوب. اليوم الشلهوب تحديدا يستطيع أن يصنع الفارق للمرة يمكن الثالثة أو الرابعة في هذا الموسم بعد البطولة الآسيوية وأيضا كم مناسبة في الدوري، وأيضا ياسر. شوف، أنا أتوقع اللي يقدر يتكلم عن ياسر والشلهوب هم أنفسهم، هل هم قادرين على العطاء لموسم أو موسمين ومن ثم نهاية فترتهم الكروية. لكن أنا أتوقع في ميزة في ياسر وفي الشلهوب تحديدا ممكن تغيب عن كثير من اللاعبين، بالرغم من يعني تاريخهم الكبير، خصوصا محمد الشلهوب يعتبر أسطورة من عدد البطولات اللي حققها في نادي الهلال. بالرغم من هذا لاعب الأكثر على مستوى السعودية. نعم، لاعب يعني صامت، يعني ما يحتاج لجلوسه على مقاعد البدلاء، ما تسمع لهم أي إشكاليات، يعني يغيبوا مرة حتى عن التشكيلة 18 لاعب ما تسمع لهم مشاكل داخل النادي مع اللاعبين أو مع المدرب. دائما يعني أثناء نزولهم دائما بيشكلوا الفارق. في هذه المباراة محمد الشلهوب يعني كان هو الفارق في نادي الهلال. قبل شهر تقريبا في مباراة الهلال والفتح اللي كانت في الرياض نزل ياسر القحطاني واستطاع إهداء 3 نقاط في آخر كورة في المباراة في الدقيقة يمكن 96. يعني شوف، لاعبين ما أحد يختلف عن يعني تاريخهم اللي قدموه، لكن الأمر الأول والأخير استمرارهم أو إبعادهم عن الفريق هم من يحددوهم. أنا أتوقع ممكن حتى إدارة الهلال بتلقى حرج يعني مع لاعبين مثلا لاعبين خبرة، لاعبين نجوم كبار بأخلاقهم قبل ما يكونوا كبار بلعبهم، ممكن يساعدوا الفريق بشكل عام من ناحية بعض الإشكاليات اللي ممكن تحصل في الفريق. لما يكون عندك لاعبين خبرة مثل الشلهوب ومثل ياسر أتوقع بيساعد المدرب وبيساعد الإدارة الشيء الكثير. أعيد وأكرر يا محمد، هي ليس فقط أنه مثلا ممكن البعض يقول لك أنه الأندية مثلا ما هي يعني مكان انك تحتضن لاعبين كبار في السن او شيء، لكن طالما لاعبين مثلا مثل غيرهم من النجوم الكبار، احنا شاهدنا كثير من اللاعبين يكونوا يعني في مقاعد البدلاء تبدا المشاكل معاهم، ليش انا ما العب؟ ويعني يختلقوا كثير من الاشكاليات. لكن ياسر والشلهوب يمكن اخر 3 سنوات ما بيلعبوا كاساسيين في نادي الهلال، بالرغم من ذلك تلقاهم متواجدين مع الفريق، اي تغيير يعني بينزلوا فيه بيشكلوا الفارق للفريق. هذه ثقافة لاعب، بيئة يعني بيئة نادي، ترجع لايش تحديدا يعني؟ لا ثقافة لاعب. ثقافة لاعب، لانه انا اقول لك شيء، احنا شاهدنا كثير حتى من لاعبين الهلال. يعني ما ابغى اقول لك خالد عزيز او غيره من الاسماء لما بدات الاشكاليات معهم، وخالد شراحيلي وهلم جرة، يعني تحديدا نادي الهلال. لكن ثقافة اللاعب، هذه الثقافة هي اللاعب نفسه اللي زرعها. يعني انت عندك الشلهوب وياسر في الهلال، عندك مثلا الكابتن سعود كريري لاعب انتقل من كثير من الانديه رغم وجوده في مقاعد البدلاء، لما تشوفه يتذمر، لا نشوف مشاكل مع اداره او مع مدربين. هي ثقافه ممكن الناس